دول اكسات حسام أنتيكا، سلمى السنجوب وهند فاروق. أنتيكا كان متجوز سلمى من حوالي 6 سنين، وكانت قصة حب عميقة جدا كل البنات بتحكي عنها وبتحلم بيها، ولكن في الآخر ما حصلش نصيب واتطلقوا. ومن بعد سلمى ارتبط أنتيكا بهند فاروق صاحبة البلوجر الشهيرة مي إبراهيم، وبرضه ما حصلش نصيب وفركشوا. بس الغريب في الأمر ده إن كل الناس تقريبا شايفين إنه بيحاول يرتبط بأي واحدة شبه سلمى وخلاص، بدليل إنه بكرة كاتب كتابه على واحدة تالتة وهي البيست فريند بتاعته اللي اسمها يارا البهنساوي. بعيدا عن إن مفيش شبه طبعا بينهم هما التلاتة، إلا إن التشابه في التفاصيل، زي مثلا تفصيل تجهيزات الفرح اللي زيها زي فرح سلمى. فتفتكروا ايه هي مستقبل الجوازة دي؟ هل ممكن تبقى انجح من اللي قبلها علشان هي دي البيست فريند، ولا هتبقى زيها زي غيرها؟